واش عمرك تخيلتي راسك في جزيرة مهجورة، لا انترنت لا بشر لا صوت من غير صوت ديال البحر؟ هادشي بالضبط اللي غادي نعيشوه اليوم مع أقوى أفلام البقاء. خليكم معايا إلى النهاية. يلا مشينا. كيبدا الفيلم ديالنا مع جاك اللي خدام في شركة توصيل عالمية، وكنعرفوا باللي جاك صارم في خدمته ومنظم حياته كلها، وكل دقيقة عندها معنى. ولكن اللي ما عارفش باللي الوقت غادي تقلب عليه في واحد الليلة. غادي توصلوا مرته للمطار يمشي مع شركة توصيل، وعطاتو واحد المكانة كادو ومشى طلع للطيارة. غاديين في الطريق وجاك ناعس فاق، لقى البيلوت واحلين حيت تلفوا على مسار الرحلة، وتقطع التواصل مع جميع القواعد بسبب شي عاصفة. واحد شوية بدات الكارثة، الطيارة كتطيح من السماء وبالزربة، وبداو تيوجدوا في الطوارئ. واحد اللحظة جاك طاحت ليه ديك المكانة اللي عطات ليه مرته، ولكن ما فرطاتش فيها، مشى بالزربة هزها. الطيارة طاحت في البحر. جاك جاب الله عنده بوي حلها وطلعت به فوق الماء، والبحر هايج والشتاء والظلمة والمواج عاليين. جاك في الصباح فاق في راسو في جزيرة خاوية ما فيها حتى واحد، وبقى مصدوم ودار شاف شي كراطن ديال الشركة وبدا تيغوت باش يسمعوا شي واحد، ولكن للأسف الجزيرة خاوية ما فيها حد. بدا تيكتب النجدة كبيرة في الرملة باش يشوفها شي واحد، ولكن بدون فائدة. بالليل داه النعاس حدا ديك البوي. ملي فاق في الصباح بدا عاوتاني تيدير النجدة بشي خشاب وتيجمع الكراطن ديال الشركة اللي جابهم البحر، وطاحت عليه وحدة ديال الكوك وخلعاتو، وبدا تيضربها باش يشرب الماء ديالها، ولكن والو ما بغاتش، حتى لقى ليها طريقة وحلها وبدا تيشرب منها. وعتق روحو شوية بهاد الماء، وشوية تيبان باللي بدا تيندمج مع الوضعية، وصاوب صباط من الوراق ديال الشجر ومشى تيكتشف الجزيرة، وطلع لفوق واحد الجبل. ومنها عرف باللي طاح في جزيرة لا حنين لا رحيم. وشوية بان ليه البيلوت مليوح في الماء البحر ميت، ومشى هبط خرجو وحيد ليه الصباط، ولقى عنده واحد البيل وبزدام وداه دفنو، وكتب سميتو وتاريخ ديال الوفاة ديالو في واحد الصخرة، وبدا تيحاول يصيد عاوتاني، ما صيد والو. في واحد الليلة شاف الضوء ديال شي باطو وبدا تيغوت بالجهد وتيشير ليه بالبيل، ولكن شكون سمعو؟ في الصباح هز البوي ودخل البحر، مشى قاصد هذاك الباطو اللي شاف البحر بالليل، ولكن البحر هايج وتقاتل معاه. ولكن في الاخر جاب ربها، تقلب ليه البوي وضربات رجلو مرا شي صخره ورجع في حاله. وبالليل مع الشتا من الجهده مشى دبر على كوه تخبى فيه. في الصباح بدا تيحل في دوك الكراطن ولقى شحال من حاجه، وبدا تيخدمهم مثلا في حلال الكوك وفي اي حاجه. واحد اللحظه بغى يشعل العافيه، بقى متدارب معاها، يدو طابت والعافيه ما شعلاتش واستسلم، ومشى يقضي بالكوك. واحد شويه رجع جرب طريقه اخرى، ولكن عاوتاني يدو تجرحات، ومشى يرسم وجهه بالدم فوق البالون اللي لقى في الكراطن وحطو حداه، وبدا يهضر معاه باش ما يقنطش. ورجع كمل يشعل العافيه، وبقى يهضر مع الكره وشعلات العافيه، ولكن دغيا طفات وتعصب، وهو يعاود حك بالجهد وشعلات العافيه، وفرح مسكين وتيضحك فحال شي هبيل. وشعل العافيه كبيره بالليل، تكا تيتعشى وتيهضر مع الكره وتيعاود ليها شنو طرا ليه. وشويه بدات الدرسه تضرو وتيحاول معها التحماد، ولكن والو، وقرر يحيدها. بداك الحذاء ديال التزلج اللي لقى في الكرتونه دارها في السنه وخدا حجره وضربها وطاح كاو. دازت عليه 4 سنين في ديك الجزيره وولا فحال طرزان، وكيبان صافي ولف ديك الحياه. شويه سمع واحد الصوت ومشى لقاه واحد الطرف ديال الحديد، ومشى هزو وحطو قدامه وتفكر يدير به شي راع ويخرج من هاد الجزيره. وبدا تيجمع في العود باش يدير فلوكه، وبقى خدام تيصيب في الفلوكه، وملي وجدات داها للبحر وديمار بها، وخا المواج خونا باقي تيقاوم. وملي جات موجه كبيره طلق الشراع وداز من فوقها بخير، وبقى تيضرب. وملي تتصب الشتا تيعمر هذوك الخاوين ديال الكوك باش يلقى ما يشرب، وملي تيجيه الجوع تيهبط يصيد الحوت. واحد الوقت جات واحد العاصفه ودات ليه الشراح وغيب، ودازت ايام وهو في البحر. واحد النهار داز حداه واحد الباطو كبير ديال السلعه، شافو فرح، ولكن مع العياء والطاقه مشات ما قدش يغوت ولا يدير والو. ولكن في الاخر شافوه وعتقوه. ملي وصل لدارو جا عنده راجل مرتو وقال ليه راهي صحاب لينا ميت وانا تزوجت بمرتك، وصافي مشى كمل حياته ومشى يوصل ديك السلعه اللي حصلت معاه في ديك الجزيره. وهنا تيسالي الفيلم ديالنا. نتمنى يعجبكم وما تنساوش جام وابوني باش نستمروا.